السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا بط بطريقة سهلة وبسيطة. بعد ما نقعنا البطة في محلول نقع ونشفناها كويس. محلول النقع دوت بيتحط فيه البهارات الحية كلها: ورق لورا، قرنفل، قرفة ستيك، حبهان، كزبرة، أي روايح عندك تتحط فيه. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. معانا البصلة بتاعتها هنحطها مرينيف جوه في داخل البطة عشان برضو تبقى زيادة تأكيد لأي حاجة وتدي تيست عالي من جوه البطة. معانا بصلة بشرناها، حطينا عليها بهارات مشكلة أو 7 بهارات المتاح، وفلفل أسمر وملح. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي ندعكها من جوه كويس للفراغات اللي جوه بين الهيكل بتاع العظم من جوه. بحيث نخلي أي فراغ جوه البهار يوصل له والروائح دي توصل لها. نبتدي بقى نبتدي نكتفها تكتيفة حلوة بحيث ما تتفتحش مع التقفيلة بتاعتها الكويسة ديت يسوي البطة كويس. وبعد ما قفلنا البطة دلوقتي هنروح نشوحها على النار، نديها الصدمة بتاعتها ونحطها ونقفلها مع الخضار بتاعها والبهارات. هنبتدي نحط شوية زيت، مع حتة سمنة، حطينا حبة زيت مع حتة زبدة أو سمنة، ونستنى لما الطاسة تسخن خالص عشان تاخد الصدمة كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم حاجة نسمع الصوت كويس ونتأكد من الحاجة ديت كده يبقى تاخد الصدمة كويس عشان تقفل المكان معانا كويس. بعد ما أخدت الصدمة نبتدي نحط شوية خضار معاها. الخضار ده الخضار المتاح اللي موجود، أي خضار، بصل، قرن فلفل حامي كده يدي فلفل حلو، مكونات كده، نحط فصين توم. هيفرق كتير معانا طبعا في الطبخ. نحط البهارات الحية معانا حبهان، كزبرة، عود قرفة ستيك، شوية روزماري، شوية ليمون، قرنفل، فلفل أسمر، نقلبهم معاها كده نخلوا الطعم مع بعض. بعد ما أخدت الصدمة بتاعتها حطينا الخضار بتاعها والبهارات الحية كلها. نحط معاها كوبايتين بس مش أكتر، كوبايتين مية سخنة. أهم حاجة برضو تكون المية سخنة جامد، مش كتير، لأن كده كده البطة هتستوي في مية الخضار والمية اللي فيها. كوبايتين بالظبط. بس ونقفل عليها. وبعد ما سيبناها تغلي شوية على النار 5 دقايق هنحطها في الفرن على درجة حرارة 250 لمدة ساعة وربع لساعة ونص.
بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ساعة ونص بالظبط، بسم الله ما شاء الله، الريحة والتيست باين من الريحة، بس التيست بتاعها باين من الريحة. بسم الله ما شاء الله. ودلوقتي بعد ما خلصنا البطة، يا رب تجربوها ويا رب تعجبكم، هتلاقوا أحلى طعم وأحلى تيست مع الشيف محمد مرجان. حاجة بسم الله ما شاء الله. زبدة ما شاء الله. ساعة ونص سوا بس، مفيش أكتر من كده، وبهارات بسيطة وبطريقة بسيطة. روستو في الفرن. يا ريت تكون الوصفة عجبتكم، ويكون في متابعة وشير للصفحة عشان تشوفوا جديد وأحسن من كده بكتير إن شاء الله. شيف محمد مرجان.